لو انت مسلم قل الحمد لله، لو انت بتصلي قل الحمد لله، لو انت بتدخل المسجد قل الحمد لله، لو انت بتقرأ قرآن قل الحمد لله. قول اكتب في الكومنت الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. انت محظوظ انك مسلم. لو انت مش عارف اللي حصل دي مشكلتك انت على فكرة يا صاحبي. لو انت مش عارف اللي بيحصل دي مشكلتك انت. الألعاب الأولمبية في افتتاح باريس للألعاب الأولمبية حصل كارثة، ثم بالله كارثة، محاكاة مقززة جدا ومقرفة ومؤسفة ومؤلمة وحاجة فعلا لا تطاق. محاكاة العشاء الأخير لسيدنا عيسى عليه السلام. هتقول لي الله إيه هو العشاء الأخير ده؟ أقول لك اصبر، صلى على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وتعالى أقول لك إيه المحاكاة أو إيه العشاء الأخير ده. شوف يا سيدي، النصارى عندهم حاجة اسمها العشاء الأخير. العشاء الأخير ده إيه؟ قالوا إن سيدنا عيسى عليه السلام دعا تلامذته وتقاسموا الخبز والخمر. ليه خبز وخمر؟ قالوا إن الخمر ده يعني بيعبر أو بيدلل إنه هو دم عيسى عليه السلام سيسال فداء للبشرية، والخبز هو صلب أو جسم سيدنا عيسى عليه السلام فداء للبشرية. وبيحصل امتزاج في العشاء الأخير ده لما النصارى يحتفلوا في العشاء الأخير ويأكلوا الخبز ويشربوا الخمر، يحصل امتزاج بين الآكل وبين سيدنا عيسى، جسد سيدنا عيسى عليه السلام وتعاليم. تمام كده؟ صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا اتخذ النصارى اليوم ده من طقوسهم وشعيرة من شعائرهم ومن طقوسهم إلى يومنا هذا. عندهم اليوم ده يوم على فكرة من أهم الأيام عندهم إيه؟ العشاء الأخير. صليت على النبي. حبوا بقى إيه؟ يتفلسفوا علينا ويظهروا توقير سيدنا عيسى واحترام سيدنا عيسى. وهؤلاء آذوا سيدنا عيسى، آذوا سيدنا عيسى عليه السلام. لما تجيب سيدنا عيسى في مشهد إنسان متجرد عن الملابس، مش لابس أي حاجة، مش لابس أي حاجة إطلاقا، وبعض النساء اللي حواليه عراه وفسق ودعم للمثل، انت عارفها عشان مش هقولها عشان الفيديو ما يتنسفش. وكمان فيه طفل في المشهد نفسه ظنا منهم انهم ان دي محاكاة للعشاء الاخير وده احترام وتذكرة بقى لسيدنا عيسى عليه السلام. تعالى بقى مش هتكلم وتعالى شوف هم قالوا ايه، هم نفسهم قالوا ايه. صحفي بريطاني اسمه روبرت كارتر، خليك معايا، قال: اخبرونا ان الاسلام هو التهديد الذي سيدمر الغرب، لكن الحقيقة ان هذه الايديولوجيات العلمانية هي التهديد الحقيقي. أما الإسلام فقد يكون فرصتنا الأخيرة لحماية القيم التي دافعت عنها المسيحية. مش بس ده، كمان شوف رئيس مجلس النواب الأمريكي بنفسه قال إيه. انتقد حفل الافتتاح وقال: استهزاء العشاء الأخير كان أمرا صادما ومهينا لجميع المسيحيين في جميع أنحاء العالم الذين شاهدوا حفل افتتاح الأولمبياد في باريس. طيب تعالى أوريك بقى عندهم في الكتاب المقدس إيه هو العشاء الأخير وهقرأ عليك. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم، اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي الذي للعهد الجديد والذي يهرق ويبذل لمغفرة الخطايا وللحياة الأبدية. بعد ما سمعت الكلام ده، إيه بقى الفرق بين العشاء الأخير ده وبين ما ذكره الله عز وجل في سورة المائدة؟ لأنك ممكن تسألني وتقول لي هو أنت بتنكر العشاء الأخير يعني؟ طب ما هو ربنا ذكر في سورة المائدة ونزول المائدة عليهم. هقول لك استنى، صلى على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وتعالى أقول لك إيه الفرق. أولا هم قالوا إن التلامذة سيدنا عيسى هو الذي عرض عليهم الطعام. يعني إيه؟ جاب الطعام وقال لهم تعالوا ناكل مع بعض نتقاسم مع بعض. ده ما حصلش. القرآن أخبرنا أنهم هم الذين طلبوا من عيسى عليه السلام أن تنزل المائدة من الله عز وجل. ده رقم واحد. رقم اتنين، القرآن لم يخبر أن هناك خمرا، إذن ده ما حصلش. ما كانش فيه خمر، ما كانش فيه خمر نهائيا ان سيدنا عيسى شرب الخمر. ولم يتطرق القرآن إلى الحديث عن هذه الأشياء، وهذه الأشياء لا تنفع ولا تضر، يعني مش ملهاش أي لازمة. تمام؟ لكن هم قالوا إيه؟ ده خمر وخبز. ده ما حصلش
إطلاقا. تمام كده؟ طب تعالى بقى أقص عليك ما قصه الله عز وجل، أو أقرأ عليك ما قصه الله عز وجل علينا في القرآن. إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها ونعلم أن قد صدقتنا وكنا عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد ذلك منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. تمام كده؟ يبقى إذن القرآن ما قالش اللي هم قالوه ده، ما قالش إن كان في خمر، ما قالش إن الخمر دي هو دم سيدنا عيسى عليه السلام، ما قالش إن سيدنا عيسى صلب، ما قالش الكلام ده كله. لكن شوف من افترائهم الله عز وجل ذكر افترائهم على سيدنا عيسى عليه السلام، وإنه ما قالش أصلا اتخذوني إله. بعدها على طول إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، وربنا أعلم طبعا، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. أنا ما قلتش كده. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت، أنت أعلم بها يا رب، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. أهو قال لهم إيه؟ اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الحمد لله البراءة أهي. يبقى سيدنا عيسى ما قالهمش إن الخمر ده هو الذي سيحميكم، وهو الذي الكلام ده كله، ولا لا ما قالش الكلام ده كله. وسيدنا عيسى عليه السلام ما قالش إن أنا الله، ما قالش الكلام ده كله. إذا كنت مسلما فقل الحمد لله. حقيقي الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله، كررها وقولها معايا. استني إيه؟ قل الحمد لله يا أخي، قول معايا وكرر. قول، اكتب في الكومنت الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. أنت محظوظ، أنت محظوظ إنك مسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.